السلام عليكم ورحمة الله. إذا الداخلية كتقلب الطاولة على بزاف ديال المنتخبين. إذا شنو واقع بالضبط؟ شنو القرار اللي خرجت به وزارة الداخلية؟ إذا في واحد التطور اللي خلى بزاف ديال المتتبعين يتفاجئوا، بدأت السلطات الترابية في عدد من المدن المغربية تحركات ميدانية واسعة النطاق تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول وضعيات منتخبين محليين كتحوم حولهم شبهات تضارب المصالح. ماذا يعني هذا؟ أنه كاين شكوك أن بعض المنتخبين عندهم علاقات مهنية أو مصالح مباشرة مع شركات كتعامل مع نفس الجماعات اللي هما مسؤولين على تدبيرها. إذا وهذه الخطوة راه ما جاتش من فراغ. إذا حسب المعطيات المتداولة فالتحركات جات بتعليمات مركزية وفيها تكليف لمصالح ترابية باش يديروا تدقيقات ميدانية مع هاد المنتخبين، مراجعة الوثائق، فحص الصفقات، تتبع العلاقات المهنية المحتملة. والأخطر في القضية هو أن التحريات ماشي محدودة، بل وصلت لأكثر من 270 منتخب ومن مستويات مختلفة، اللي هي رؤساء جماعات، أعضاء مجالس، ومن أطياف سياسية متعددة. هذا الرقم بوحدو كيعطي فكرة على حجم العملية، وكيأكد أن الأمر ماشي مجرد مراقبة روتينية، بل حملة تدقيق واسعة. مدن تحت المجهر، تركيز كبير كاين دابا خصوصا على مدينتي طنجة وتطوان. علاش؟ لأن هاد المدينتين بالضبط حيت فيهم مشاريع كبيرة وصفقات مهمة، وكيتم فيهم تدبير قطاعات حيوية بحال النظافة، توزيع الماء والكهرباء، تسيير الأسواق وخدمات حضرية أخرى. وهاد القطاعات كما كنعرفوا الميزانيات ديالها ضخمة وكتدخل فيها شركات متعددة، اللي تيخلي هامش للمنتخبين أنهم يديروا تلاعبات، وبالتالي أي علاقة خفية بين منتخب وشركة ممكن تتحول لشبهة تضارب مصالح. مصادر محلية كتقول أن الفرق المكلفة بالتحريات في بعض المناطق خصوصا تطوان بدات كتراجع ملفات الصفقات واحدة بواحدة، وكتدقق في العلاقات المهنية المحتملة باش يتأكدوا واش كاين شي تداخل غير قانوني بين المسؤولية الانتخابية والمصالح الخاصة. إذا أشنو هي الرسالة اللي بغات تعطي وزارة الداخلية من هذه العملية؟ إذا الرسالة السياسية والإدارية اللي باينة من هذه التحركات هي أن المرحلة الحالية كتمشي نحو تشديد الرقابة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بمعنى أن أي منتخب ثبت تورطه في شي تضارب مصالح ممكن يواجه إجراءات قانونية. أي واحد خدام بنزاهة غادي يبان الأثر ديالو. السؤال الكبير اللي مطروح الآن، واش هاد التحقيقات غادي توصل لملفات ثقيلة وغادي تعطينا مفاجآت، ولا غير حملة احترازية الهدف منها توجيه إنذار وتحسيس المنتخبين؟ اللي باين من هذا الشيء كامل أن الداخلية باين أنها عازمة تدير نوع جديد من الصرامة في مراقبة تدبير المال العام، خصوصا في المستوى المحلي، حيث الاحتكاك المباشر مع المواطنين كيبان فيه بسرعة أي خلل. الأيام الجاية غادي تبين فعلا واش غنشوفو محاسبة فعلية ولا الأمور غادي تبقى في حدود التحقيقات. شكرا على المتابعة، وما تنسوناش بالدعم ديالكم والاشتراك الإخوان باش نقدموا المزيد والمزيد.